كيبدا الفيلم ديالنا مع باركر اللي منتحل شخصية قسيس وداخل لمدينة الملاهي وكيشري تذكرة وكيطلب منه العامل في لعبة الحظ يساعد بنت صغيرة تفوز باللعبة. وفعلا وبدون مجهود كيقدر يفوز بالتحدي وكتكسب الطفلة اللعبة وكتفرح بزاف وكتشكره. وفي هذا الوقت المجرمين راس وميلندر اللي متنكرين بزي مهرجين كيحاولوا يفتحوا مدخل تحت الغرفة اللي فيها خزنة الفلوس اللي هي مداخل مدينة الملاهي. وكيوصل باركر لنفس الغرفة وكيضرب الجرس وكيفتح له الموظف بين، وهنا كيسألوا باركر فين يقدر يخلي الحقيبة اللي معاه لأنه باغي يعمل جولة في انتظار توصل السيارة اللي غادي تنقله. والموظف كيتعامل معاه بلا باقة وكيرشدوا لغرفة الأمتعة. وفي هذا الوقت راس وميلندر كملوا الفتحة وكيخرجوا بالأسلحة، وباركر بدوره كيدفع بين وكيصوب سلاحه للموظفين وكينشروا الرعب في المكان. وكنعرفوا أن باركر هو الرئيس والبقية هما المساعدين ديالو، والهدف سرقة الخزنة. وكيلاحظ باركر أن بين دخل في حالة هلع لدرجة أن قلبه كيألمه، وباركر كيطمنه أنهم ما غيقتلوهش لا هو ولا حتى واحد. وكيسأله واش مرتبط وهو كيجاوبه بآه. وهنا كيأكد ليه أنه غيشوف نشرة المساء مع صديقته وغيشوف خبر السرقة اللي داروا، وكيكون كارلسون اللي بزي شرطي كيتسناهم برا. وفعلا كيقدروا يفتحوا الخزنة ويسرقوا الفلوس اللي فيها. وكيتفكر باركر صديقته اللي عرفته على الأب ديالها هارلي واللي اتفق معاه على سرقة الملاهي، وعرفوا على ميلندر باش يشاركوا في العملية وأكد ليه أنه رجل عصابات قوي. وكنرجعوا للواقع وكنشوفوا هاردويك مساعد باركر كيحرق كومة قش في الملاهي، والهدف تشتيت انتباه الناس ويقدروا يهربوا. وبسبب هذا الحريق كيوقع انفجار كبير وفعلا الناس كلهم كيجريو خايفين. وفي نفس الوقت كارلسون كيعطيهم إشارة أن الوقت مناسب وكيبداو يحملوا الفلوس في السيارة. من بعد كنشوفوا باركر كيتخلص من التنكر وكيتحرك وهو معصب، ولما كيوصل عند هاردويك كيضربه بقوة لأنه حرق القش في المكان الخطأ وعرض حياة الناس الأبرياء للخطر. ولما كيلتحق بهم كارلسون والبقية كينقلوا الفلوس من سيارة الشرطة لسيارة أخرى وكيتحركوا كلهم. وفي الطريق ميلندر كيعرض على باركر أنهم ما يقسموش الفلوس ويستثمروها في عملية جديدة كبر، ولكن باركر كيرفض وكيحاول يقنعه لأنه في هذه العملية غيكون نصيبهم فقط 200 ألف دولار، ولكن لو ضفوها في عملية أكبر غيكون نصيبهم 2 مليون دولار. برغم هذا الشي باركر كيبقى مصر على رأيه وكيرفض مرة أخرى. وهنا ميلندر كيسأله شنو غيكون تصرفه لرفض يقسم الفلوس، وباركر كيأكد ليه أنه غيقتله في أقرب فرصة. وهنا كيخففوا سرعة السيارة وكيخرج كارلسون سلاح، ولكن باركر كيكون سريع وكيدخل معهم في عراك عنيف وكيتصاب كارلسون في الأذن ديالو وكينقص باركر من نافذة السيارة. وهنا ميلندر كيطلب من هاردويك ينزل يقضي على باركر وكيرفض لأنه كينزف، ولكن كيرغموا على هذا الشيء. وفعلا كيرجع عند باركر اللي كيكون كينزف بزاف وكيضربه بالرصاص وكيرميه في البحيرة باش يغرق. وكنشوفوا بين في التحقيق اللي كيخبر الشرطة انه ما متذكرش ملامح باركر، ولكن مازال متذكر انه كان لابس لباس قسيس كنيسة. وكنشوفوا باركر اللي فاقد الوعي جنب البحيرة وكيشوفوه مجموعة من الناس اللي كيلاحظوا انه مازال عايش فكيحاولوا يديوه معاهم باش ينقذوه. وفي الطريق باركر كيسترجع وعيه وكيطمنوه انهم في طريقهم للمستشفى، وكيفيق على نشرة الاخبار اللي ناقلين فيها خبر عملية السرقة اللي كان مشارك فيها. وكيتقلق بزاف لانه عرف ان كاين ناس ماتت في الحريق اللي افتعلو هاردويك. وكيحاول يغادر السرير، ولكن المريض كوين اللي كيشاركوا الغرفة كيقوله انه غيطلب ليه المساعدة. وكيرفض باركر وكيطلب منه ما يخبر حتى واحد انه غادر. وكيتصدم كوين من تصرفاته الغريبة لانه كيفك الضمادات وهو مازال مريض. وكيدخل واحد من الاطباء وباركر كيخنقه بقوة حتى كيفقد الوعي، وكياخد الزي ديالو وكيدي معاه كوين في كرسي متحرك. هاد الاخير اللي كان مرعوب وكيستمر لجهة الباب على أساس أنه طبيب حتى كيوصل للباب الرئيسي وكيودع كوين وكيتمنى له الشفاء. وكيمشي وكيسرق سيارة إسعاف، وفي الطريق كيحس بالتعب وكيركب بنفسه السيروم لأنه نزف بزاف ومحتاجه. من بعد كيوصل للدار وكيبدل وكياخد أي حاجة محتاجها في حقيبة وكيركب في سيارته. ومن بعد كيجري اتصال مع رجل الأعمال نورت وكيقول له أنه من طرف هارلي ومحتاج أوراق مزورة باش يتحرك بحرية. وكيسألوا نورت لكان محتاج حتى الفلوس وكيجاوبوا بالنفي
لأنه غينفذ عملية جديدة النهار التاني وغيعوض بها اللي خسره. النهار التاني كنشوفو باركر قدام مستودع أموات، وكيكون جاك الموظف في المستودع واقف برا، وكيمشي عنده باركر وكيخبرو أنه لا نفذ المطلوب ما غيأديش، ولكن جاك كيكون عنيد. وهنا باركر كيضربو لرجليه وكيأمرو يدخلو المستودع، وكيبقى باركر مصوب ليه السلاح باش يضمن أنه ما يخدعوش. وهنا كيخبرو جاك أنه عنده شريك داخل المستودع، وهنا كيقرر يخدعو وكيسمح ليهم يدخلوا. ومباشرة باركر كيصوب السلاح في اتجاهه وكيكتفهم بجوج بيهم باش هكا ما يبلغوش عليه، وكيسرق الفلوس كلها وكيغادر بهدوء. وكيمشي يتلاقى نورت وكيفهموا انه محتاج رخصة وسيارة واوراق ثبوتية، وكيعطيه غلاف فيه فلوس. ونورت كيوعدوا ان الاوراق اللي طلبها غتكون واجدة في ظرف 5 ايام. والنهار التاني باركر كيمشي عند بوب اخ هاردويك وكيطلب منه يوريه مكانه وكيرفض، وكيطلب من المساعد يخرجه. وهنا كيهاجموا باركر وكيدخل في شجار حاد مع بوب، وفي الاخير كيحط فوقه كرسي وكيهددوا انه لما كانش باغي يموت يخبروا بمكانه، لانه غدر وسرق فلوسه هو وميليندر اللي كان كيشتغل معاه. وكيستسلم بوب وكيخبروا انه كيتواجد بشاطئ النخيل بفلوريدا. ومباشرة لما كيخرج كيتصل بهارلي وكيخبروا انه جا الوقت باش يمشيو في رحله بجوج. وكنمشيو عند هاردويك اللي تلقى اتصال من خوه كيخبروا باللي وقع مع باركر، وانه اضطر يخبروا بمكانه باش ما يقتلوش. وهنا كيتصدم لانه كان كيظن انه مات، ولما كيعرف ميليندر ان باركر مازال حي كيتعصب بزاف وكيكون على وشك يقتل هاردويك. ولكن بقية العصابة كيأكدوا ليه انهم مازال محتاجينه في العمليات الجايين، وكيقرر يخليه. ولكن كيأمره يتكلم مع عمو دانز يلقى لهم قاتل مستأجر يقتل باركر. اما هارلي فكيطلب من كلير تسد عليها الباب مزيان باش تكون في امان حتى يرجع، وكياخد سيارته وكيغادر. وهذا الشيء اللي كدير كلير وكتطلع لبيتها تحضر حقيبة السفر. وفي هذا الوقت واحد من المجرمين كيتسلل للدار وكيقلب عليها في جميع الاماكن، وكتسمع كلير صوت وكتعرف ان كاين شخص في الدار. وبسرعة كتاخد آلة حادة وكيوصل المجرم لغرفتها وما كيلقاهاش لانها هربات بسلم متحرك وقدرات تنزل. وكيشوفها من نافذة وهي كتدمر ليه عجلات السيارة باش ما يتبعهاش، وكتاخد سيارتها وكتهرب. وفي طريقها وهي منهارة كتصل باركر وكتحكي ليه اللي وقع. وهاد الاخير كيطلب منها تتجه المعسكر التخييم وتبقى تما، وكيوعدها انها غتكون بامان. وكتسأله امتى غيجي يديها معاه، وكيأكد لها انه غيجي في اقرب وقت. وكتدينا الاحداث الفلوريدا عند ليزلي اللي كترجى الشخص اللي شرت من عنده سيارتها يعطيها مهلة أسبوع باش تسدد باقي ثمنها. وكنرجعوا لباركر اللي كيمشي عند نورت يستلم الوثائق الخاصة به. وقبل ما يدخل كيعرف أن رجال دانز وصلوا لنورت وكيطلبوا منه يسلموا ليهم. وفعلا كيدخل باركر للمكتب وكيستلم الأوراق، ونورت كيطلب منه يتخلص منهم وإلا غيقتلهم وغيقتلوا موراهم. وفعلا باركر كيتخلص منهم واحد مور الآخر، وكيصر على نورت أنه يعاود يضرب عليهم الرصاص باش هكا يكونوا متأكدين أنهم بصح ماتوا. ومن بعدها كيتلاقى هارلي اللي كيكون خايف بزاف على بنته، وكيحاول يخدع باركر وكيقول له أن بوب كذب عليه باش ما يقتلوش. وكيزيد يقول له أن العصابة مستحيل يمارسوا نشاطاتهم في شاطئ النخيل لأن تماك كاين حراسة مشددة. ولكن باركر كيأكد ليه أن ميليندر مجرم محترف وكيقدر يخفي الأدلة، والطريقة الوحيدة اللي فكر فيها هارلي باش ينقذ بنته هي أنه يدفع ليه الفلوس اللي خسرها في العملية. وكيقول له أنها من دانز باش يبعد عليه، ولكن باركر كيقول له أنه مستحيل يثق بهذا الشيء. وهنا هارلي كيعترف ليه أنه خايف على بنته بزاف لأنهم قدروا يوصلوا ليها ويقتحموا المنزل، وخايف يقتلوه حتى هو. ولكن باركر كيأكد ليه أن كل واحد غيموت بالطريقة اللي مقدرة ليه. وكيصمم يسافر لشاطئ النخيل. وكنمشيو عند ليزلي اللي متجهة لمقر عملها في شركة الإرشاد السياحي، وكيكون بالها مشغول لأنها مدة متقاضتش أجر بسبب أنها ما عندهاش عملاء، زائد أنها ممكن تخسر سيارتها. وبالصدفة كتعرف أن زميلتها جايها عميل غني وكتسرق ليزلي معلوماته باش تتعامل معاه بلاصة صديقتها. وكنعرفوا أن هذا العميل هو باركر. وفعلا لما كيوصل لشاطئ النخيل كتمشي ليزلي تلاقاه وكتديه في رحلة استكشافية في المدينة، وكيطلب يتلاقاها مرة أخرى. والنهار الثاني فعلا كيتلاقاو وكيعملوا جولة على البيوت في المدينة
حتى كيوصلوا للدار اللي فيها ميلندر وصحابه. وهنا كيوصل باركر للهدف ديالو، وكتطلب منه يتكلم ليها على نفسه. فكيخبرها بالإضافة للاسم ديالو دانيال بانت، وأنه تولد في الإكوادور، وهي ما كتثقش به. ولما كتمشي كتحاول تجمع معلومات عليه في الحاسوب، وهنا كتكتشف أن ما كاينش بطاقة ائتمان بالاسم اللي عطاها، وكتعرف أنه كذب عليها. وفي نفس اللحظة كتجيها رسالة من معرض السيارات أنهم مضطرين يحجزوا على سيارتها. وكنشوفوا باركر في نفس الليلة مراقب الدار ديال العصابة، وكيتسناهم حتى خرجوا كلهم، وكيدخل يحط أسلحته فيها. وبعدها كيبحث على أسلحتهم، ولما كيلقاهم كيخربهم كلهم، وكيسمع صوت سيارتهم، وكيقدر يهرب في اللحظة المناسبة قبل ما يشوفوه. وكيتفاجئ بليزلي في انتظاره، وكتقول له أنها ما لقات حتى حساب مصرفي بالاسم ديالو، وكتسأله على علاقته ببيت ميلندر، وكيديها معاه لدارو باش يسكتها. وهنا كتقول له أنها عارفة أنه هنا في مهمة غير مشروعة، وأنها على استعداد توقف معاه بشرط أنه يعطيها عمولة. وكتفهموا أن الناس هنا أذكياء بزاف، وبسهولة ممكن يوقعوه في الفخ. وعلى هكا خاص يكون معاه شخص عارف المدينة، وأنها هي أنسب شخص لهاد المهمة. والنهار الثاني باركر كيتصل بها، وكتمشي عنده على وجه السرعة. وهنا كيخبرها باركر أنه باغي يرجع فلوسه اللي سرقوها منه هاد العصابة، وأنه لما مشى لدارهم عرف أنهم كيخططوا لسرقة كبيرة ديال المجوهرات. وليزلي كتأكد ليه أنها أكيد مجوهرات الأميرة مريم، وكيخبرها باركر أنه غيسرق منهم المجوهرات وغيعطيها النسبة ديالها. وكنشوفوا باركر بوحده في الدار، وواحد من رجال دانس كيهجم عليه بسكين وكيحاول يطعنه، وكيدخلوا في قتال عنيف، وكيحاول يخنق باركر بكيس بلاستيكي، ولكن هاد الاخير كينقذ نفسه وكينهي حياته بضربة على مستوى الراس، ولكن كيكون فقط فاقد الوعي. وكيفاجئ باركر بطعنة بالسكين، ورغم الألم الشديد كيقدر يرميه من الشرفة وكيقدر ينقذ نفسه. وكتمشي بين الأحداث للنهار الثاني في المزاد اللي في القصر. وأول ما كيبدا المزاد كتنفجر مجموعة قنابل، وكنعرفوا أن رجال ميلندر هما السبب. وكتجي سيارة إطفاء، وكيكونوا الرجال اللي فيها هما العصابة متنكرين، وكيتمكنوا يسرقوا المجوهرات، وكيخرجوا بلباس غواصين. وقبل ما يوصلوا للدار كيكون باركر سبقهم وكيتسناهم، وكتكون حتى ليزلي تماك وكتراقبهم من نافذة. وكيلاحظ هاردويك وجودها، وكيدخلها عندهم وهو كيضرب فيها. وكيكونوا كلهم عارفين ان باركر هو اللي بعتها، وكيقلبوا عليه في كل بلاصة وما كيلقاوش. ولكن ميلندر كيتبع نظرات ليزلي وكيتأكد انه كاين معاهم، وفعلا كيلقاه وكيصوب ليه سلاحه باش يقتلو. ولكن كيتفاجئ ان السلاح ما صالحش، لان كيف كنعرفوا باركر خرب الاسلحة مسبقا، وكيهجم عليه باركر وكيقدر ينهي حياته. وهنا هاردويك كيهددو بليزلي وانه غيقتلها، ولكن باركر كيقوله انه ما عنده حتى مشكل انها تموت، ويلا غيبغي يقتلها. وكيتصدم بسلاحه ما خدامش، وبرصاصة في راسه كينهي باركر الموضوع، وكياخد المجوهرات وكيغادر مع ليزلي. وفي السيارة باركر كيطلب منها تخبيهم عندها، وهو غيبعث لها شخص ياخدهم، ومن بعد غيبيعهم وغيوصلها نصيبها. وفعلا بعد فترة كيوصلها طرد بريدي، وفيه كتلقى مبلغ كبير ديال الفلوس، وما كتصدقش هاد الشي لأن جميع مشاكلها المادية غتحل. وهكا باركر كيكون خدا حقه أضعاف مضاعفة منهم. وهنا كينتهي الملخص ديالنا، كنتمنى ينال إعجابكم.